مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. ودلوقتي هقول لكم ازاي نستخدم الديرما رولر علشان نطلع بيها فراغات الشعر اللي موجوده. في الغالب فراغات الشعر بتكون موجوده قدام او في المنطقه اللي هي في النص، من كتر ما احنا بنسحب شعرنا لورا وان احنا دايما بنفرقه على نصين او باي سبب كان، سواء حصل تساقط حصل فراغات في الشعر. فالنهارده هقول لكم ازاي نستخدم الديرما رولر علشان نطلع بيها الفراغات. عايزه اقول لكم ان في اكتر من نوع، وانا كنت عملت لكم فيديو عن الانواع بتاعتها، سواء ده او ده في يعني لما هنيجي نستخدمها للشعر مش للبشره. الفكره كلها في عمر الديرما رولر هيقعد معاكم قد ايه. يعني كل ما هي كانت كويسه ومتينه بشكل اكبر هتقعد معاكم وقت اكتر، لان احنا هنستخدمها بشكل دوري وهنستخدم كمان معاها حاجات تانية، وبيحتاج الموضوع مده شويه ان احنا نستمر عليه. تمام. اول حاجه هي تقريبا حدودها دلوقتي في حدود سعرها دلوقتي في حدود 100 جنيه، 100 120، في كمان انواع اقل. محتاجين اول حاجه اقول لكم عليها ان هي تبقى 75 ملي، لان انتوا عارفين بتبدا من اول واحد، بتبدا قصدي من اول نص وبعدين 75 وبعدين ربع، بيتهيألي في اقل من نص كمان. فاحنا هنحتاج من 75 لحد ما يعني مثلا لحد واحد ونص كده، او ممكن يعني لحد الواحد، طالما نعمل نفسنا حلو قوي. انا بحاول بس اشوف هي كانت مكتوبه هنا فين، بس انتوا هتلاقوها يعني وانتوا بتجيبوا قولوا احنا عايزين اللي هي ال75. تمام. طيب بنستخدمها ازاي بقى؟ انا عايزه بس اكلمكم في حاجه. هي لوحدها كتكنيك حلوه جدا وفعلا بتجيب نتائج، بس احنا لازم نستخدم معاها حاجه تسرع من النتيجه، نستفيد بالحاجه دي بشكل اكبر. فاهميني؟ طيب، عموما الموضوع ده بيتعمل في العيادات، بس بيتعمل بالديرما بن، ولو حد معاه ديرما رولر فهم بيعملوا له عادي بالديرما رولر بتاعتها. يعني لو انتي شاريه وعايزه الدكتور تعملها لك فدي حاجه معترف بيها. في دكتوره مثلا تقولك لا هي مش احسن حاجه، بحيث ان هي بتقطع الشعر، خصوصا الديرما بن، لان هي بتمشي بشكل دايره كده. يعني مش بيشوفوها احسن حاجه، خصوصا في الاماكن اللي فيه شعر. يعني لو في فراغات الشعر هنا الديرما بن مش بتبقى احسن حاجه. الديرما رولر برضو في ناس او دكاتره بيشوفوا ان هي بتقطع، بس انا بقول لكم من تجربتي وهقول لكم التكنيك اللي تستخدموه بيها بحيث ما تقطعش اي حاجه من الشعر. تمام. طيب المفروض ان احنا بنستخدم بعدها ايه؟ اول حاجه عايزاكم اوعي تستخدموها بعدها وهي الزيوت، لان الزيوت تقيله، هتقفل المسام اللي انت فتحتيها، ممكن تعمل لك قشره، ممكن توقع اصلا الشعر بدل ما تجيب نتيجه كويسه. لان الزيوت انتوا عارفين ملمس الزيت لما بيكون اصلا على الفروه حتى بعد ما بنغسله بيجلد كده. فتخيلوا ان انتوا فاتحين بقى المسام بتاعتها، وكمان احيانا الموضوع ممكن يبقى فيه يعني لو بنيجي نعملها في الوش احيانا بتطلع دم، فالشعر برضو احيانا بيطلع دم، خصوصا انه ان هي سنون. يعني سنون بتفضل تفتح في الشعرايه. لما بنروح اصلا في العياده نحقن للشعر، اماكن الحقن نفسها بتطلع دم، حتى تلاقوها هنا باينه. يعني انا من شغلي بشوف دايما لما الدكتور بتيجي تحقن هنا دايما بتطلع دم. تمام. طيب، هنستخدم ايه بعدها؟ احنا قدامنا حاجتين. اول حاجه ان احنا لو متاح ان احنا نشتري الميزوثيرابي من العياده اللي بنتعامل معاها، يعني في اماكن انت بتقولها مثلا عايزه سنتي او حاجه، لو وافقوا ان هم بيطلعوه بيتحاسبي على المستهلك بتاعه بس، او سعره، يعني مش المستهلك، خلينا نقول السعر بتاعه بس مش سعر الجلسه، سعر ما انت هتشتري الواحد سنتي ده، او على حسب الكميه اللي انت عايزاها. طيب المفروض ان احنا بنعمل بالدلمة رولر ازاي؟ اول حاجة طبعا احنا بنعقمها كويس قوي، نتأكد ان مفيش فيها اي بواقي من المرة اللي فاتت. عقمناها بكحول وظبطنا الدنيا. نعمل ايه بقى علشان نيجي من هنا؟ احنا بنمشي كده وكده، يعني احنا بنحاول ان احنا ناخد كل الاتجاهات كده 10 مرات وكده 10 مرات. لو انتي حسيتي ان ال10 مرات دول مش كفايه، او مش حسسوكي بصهد او بحراره هنا، فممكن نعمل كمان شويه لحد ما نحس بس ان المكان بدأ ان هو يبقى فيه حراره شويه. هنعمل كده وكده في الاماكن اللي هي دي. وبالنسبه بقى الاماكن اللي فيها شعر زي اللي في النص، اول حاجه احنا بنفرق شعرنا كده فهيبقى فيه خط هنا، بنروح بقى كده بالظبط، يعني بتروحي يمين وشمال يمين وشمال، مش بتعملي بقى كده، فاهماني؟ وبرده لورا في كل الاتجاهات. عايزين بقى نعمل هنا مثلا، او هنعمل في الفروه كلها، بنقسم برده، نعمل خط نخلي شويه كده وشويه كده، وبرده كده وكده. هنا برده نفس الحاجه، نعمل خطين كده ونمشي بيه
بيها بالشكل ده لحد زي ما قلت لكم ما نحس بشويه حراره. بعد كده هنستخدم الميزو ثيرابي اللي قلت لكم عليه، او بقى الحل التاني انا قلت لكوش تقريبا، او بقى ان احنا نستخدم اي حاجه توبيكال كده تكون الدكتوره برضو اللي كاتباها لنا، زي مثلا البير فاست ده، ده بيساعد على نمو الشعر. نستخدم اي حاجه بتساعد على نمو الشعر تكون طبيه. في الغالب اللي هيكون عنده المشكله دي اكيد كشفتي مره، اكيد سالتي حد، اكيد استخدمتي حاجه طبيه زي اللوشن كده. ده اللوشن بيساعد على النمو بتاع الشعر، وكمان بيغذي الشعر قوي. فنستخدم حاجه شبه دي. نبعد عن الزيوت خالص، نبعد عن السيرم. السيرم اصلا مش احسن حاجه ان هو يتحط على الفروه من غير ديرما رولر ومن غير حاجه، مش احسن حاجه نحطه على فروه الشعر. تمام. فهي نستخدم حاجه طبيه تكون لوشن او سبراي، يا نستخدم انواع الميزو ثيرابي اللي قلت لكم عليها. تمام. بنعمل الموضوع ده مره في الاسبوع، بلاش نكتر خالص، يعني يا مره في الاسبوع يا مره كل اسبوعين. تمام. ما بنعملش اكتر من كده علشان الفروه ما تتحسسش معاها. بقى نساعد الشعر بنطلع بحاجات تانية، زي بقى ان احنا نعمل مثلا مره كمان في الاسبوع نعمل حمام زيت. نعمله بقى بطريقه ان احنا بندلك وبننزل راسنا لتحت وندلك 5 دقايق، بعد كده ساعتين ونغسله، والحاجات اللي كنت قلت لكم عليها قبل كده. هتلاقوا ان الموضوع ده نتيجه حلوه قوي. اهم حاجه الاستمرار. انواع الزيوت اللي هنعملها في حمام الزيت تكون انواع كويسه، تتاكدوا ان هي اوريجينال، سواء بقى ترتاحوا على زيت خروع عشان هو اللي بيساعد في النمو، وفي زيت الجوجوبا، في مجموعه زيوت زي ستارفي اللي كنت قايله لكم عليها، منزلين مجموعه زيوت كنت عامله بيها حلوه قوي. في زيوت هندي زي زيت سيسا تحفه في التطويل. فيعني النوع الزيت اللي انتوا حابينه ممكن تعملوا بيه. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. لو عايزين تسالوني عن اي حاجه اسالوني وهرد عليكم في الكومنتات. استنوني في الفيديو الجاي. باي باي.